احلى حاجه الحمد لله في خطوبتنا ان كله اتبسط وكل الناس مشيت عماله تقول اليوم كان جميل. وبعدين انا قلت لك ان كله هيجي، محدش فرق معاه المكان. شفت؟ معاكي حق. انتي دايما صح. انتي اصلا ملكة. بقولك يا ملكة، انتي حاسة ايه اللي ممكن يفرق في حياتنا بعد الخطوبة؟ مش فاهمه. عادي ان شاء الله هنستعد للجواز ونحاول نخلص كل اللي ورانا عشان نبقى مع بعض. يعني انتي مش حاسة ان احنا ممكن نبقى صريحين اكتر مع بعض ونتكلم في كل حاجة على راحتنا عن الاول؟ على راحتنا ازاي؟ مش فاهماك. على فكره هي لسه اسمها خطوبه، احنا مش متجوزين عشان ناخد راحتنا. وبعدين ما انت عارفني من 5 سنين، طول عمري بقولك الكلام ده ومفيش حاجه اتغيرت، وطول عمرك بتشكر في صفاتي كلها. ايه اللي اتغير؟ لا، انا ما اقصدش خالص اللي في بالك. انا اللي اقصده ان انا بصراحة عايزك دايما تسيطري. عايزة ابقى تحت امرك. عايزة ابقى بنفذ كل حاجة انتي بتطلبيها مني وبس. اسيطر؟ اسيطر ازاي؟ اللي اقصده ان انا عايزك تسيطري عليا وعلى حياتي كلها. يعني عايزه ابقى قليل الحيله قدامك. من الاخر حتى لو هتوصل بيكي للتعذيب، انا عايزك تعذبيني. وبعدين انت اصلا شخصيتك قويه جدا وبتحبي التعذيب، وانا خدت بالي من حاجه زي دي من اول ما عرفتك، وده اللي شدني ليكي. سيطرة ايه وتعذيب ايه؟ انا مش بحب التعذيب اصلا. انت ايه اللي انت بتقولولي ده؟ انت اصلا ليه بتحط في دماغك الكلام ده؟ انا يا ستي ما بحطش اي كلام في دماغك، بس انا من ساعه ما عرفتك وانا لاحظت ان انت شرسه، بتتلذذي يعني بتعذيب غيرك، وانا عايزك تعذبيني وحابب ده. فين المشكله؟ ما هو كل اللي انت بتقوله ده مختلف جدا عن ثقافاتي وقناعاتي وكل اللي انا مؤمنة بيه. المشكلة ان انا مش هتلذذ ولا اي حاجة من الكلام ده، ولا انا اصلا هرتاح لحاجة زي دي، ولا هحترم اللي انت بتقوله ده. ليه؟ ده انت هتبقي كلمتك امر. ده انا هنفذ لك كل اللي تأمري بيه، واهلي هيبقوا تحت رجلك. بعد اذنك افهمني. انا هخرج من بيت راجل، بيت ابويا، عشان اروح على بيت راجل تاني يحبني واحبه، ويحترمني واحترمه، ويحتويني واحتويه. سيطرة ايه وايه اللي انت بتقولهولي ده؟ انا هحترمك وانت ما تحترمنيش. انت الملكه، انا مجرد عبد عندك. وبعدين انا مش جايه اقولك ان انا عايزه اتحكم فيكي ولا اسيطر عليكي. انا عايزك انت اللي تسيطري. كل حاجه هتبقى تحت رجلك. وبعدين انا بحب نفسي كده وما عنديش استعداد اتغير وهموت بالشكل ده. وانتي وشيلي من بالك ان انا ممكن ابعد عنك. انا اصلا مجنون بيكي. كفاية. هو انت ليه مش قادر تفهمني؟ سيطرة ايه وملكة ايه وعبد ايه؟ ايه اللي انت عمال تقولهولي ده؟ مش دي الحياة اللي انا عايزاها اصلا. بقولك ايه، انا فعلا ولا قادرة اتكلم ولا قادرة افكر. مش عايزة اعلي صوتي اكتر من كده فماما تسمع. بعد اذنك بجد انا مش عايزة اكمل كلام النهاردة. هو ايه الغلط في كلامي؟ وديتي خطيبك فين؟ انتوا لحقتوا تقعدوا مع بعض؟ مشيته. مشيته ومصدومة صدمة عمري. من ساعة ما جه البيت هو عمال يتكلم كلام غريب جدا. عمال يقول انا عايزك تسيطري وتتحكمي فيا، وانتي الملكة بتاعتي وانا عبدة عندك، وان انا هخلي اهلي كلهم تحت امرك وتحت رجليكي. انا حاسة ان في حاجة غريبة في الموضوع. هو طول عمره بيعمل لي اللي انا عايزاه، وفعلا عمره ما قال لي على حاجة لا، سواء كنت صح او غلط. بس النهاردة اول مرة يقولها صراحة بالطريقة دي، وانا فعلا مش عارفة اعمل ايه. بس كده؟ سيطري يا حبيبتي عليه. هو في ست لاقي راجل عايز واحدة تسيطر عليه؟ انا عايزه اقولك ان الرجاله كلها عايزه تتحكم في الستات وبس. وبعدين ما انت عندك خطيب اللي عمال يزعق في كل حاجه، البسي ده، اقلعي ده، اتاخرتي فين، وبتعملي ايه؟ انت عايزه تعيشي العيشه دي؟ وبعدين ده هيبقى تحت امرك، هتقولي له يمين يمين، هتقولي له شمال شمال، طلباتك كلها هتبقى اوامر عنده. لا مش عارفه، بس انا عمري ما بصيت لها كده ولا فكرت فيها على انها ميزه. بالعكس، انا حاساها نقص في رجولته وحاجه غريبه. وبعدين انا قبل كده شفت في الموبايل بتاعه ان هو بيكلم بنات كلام كله غريب، تحس ان هم بنات ساديه. وانا لما واجهته قال لي الموبايل مش بتاعي، وان هو لسه شاريه من واحد صاحبه. وطبعا ده عشان انا عمري ما هعمل معاه حاجه زي دي ولا هرضى بده. انا شايفه ان انا لازم اسال حد متخصص، مش هينفع كده. انت حره بقى، بس ما تجيش تاخدي رايي في حاجه تاني طالما ما بتسمعيش كلامي من الاول. ما الحل واضح وصريح قدامك. انا كده حكيت لك كل حاجه. وعلى فكره انا ما جيتلكيش عشان انت حد متخصص ودي دراستك وبس، عشان انت اقرب صاحبه ليا، وانا عمري ما هعرف احكي اللي قلتهولك ده لاي حد. وفعلا مش قادره اخد قرار. انا لسه على البر وفاهمه كل ده، بس انا فعلا بحبه ومش متخيله حياتي من غيره، وبجد محتاجه نصيحه. فهماكي. في حاجه اسمها اضطراب الشخصيه المازوخيه، والشخص المصاب بالاضطراب ده هتلاقيه طول الوقت بيحاول بكل الطرق ان هو يتواجد في مواقف فيها اذيه لنفسه، او ان فيها تحقير لذاته او لكيانه، او ان حد يمارس عليه العنف او يذله، لان هو بيتلذذ بتعذيب الغير ليه، وبيتلذذ بتحقيره واهانته. ومع ذلك هتلاقي الشخص ده طول الوقت بيظهر بدور الضحيه المقهوره، وان هو كتير الشكوى. ايوه بس انا انسانه عاديه جدا، ومش بحب النوع ده من العلاقات، ولا اصلا ده النوع اللي انا بحبه في الرجاله.
عادة الشخص المصاب بالاضطراب ده بيتلذذ بتعذيب أي حد ليه، سواء كان شخص طبيعي وبيمارس التعذيب بناء على طلب منه، أو سواء كان شخص ثدي إن هو كمان بيحب وبيتلذذ بتعذيب غيره، وساعتها بتبقى العلاقة اسمها السادو ماسوشيزم أو السادو مازوخية. أيوة أنا فاهمة، بس هو مش العكس؟ مش المفروض إن هو كراجل اللي يكون بيحب كده، يعني هو اللي يحب يكون بيستخدم العنف مش أنا؟ الناس بتعتقد إن المازوخية هو اضطراب مرتبط بالستات فقط، لكن بالعكس أحيانا كتير بيحب الراجل إن هو يكون مازوخي وإن هو يتمارس عليه العنف أثناء العلاقة الحميمية، وهتلاقي إن هو بيطلب من مراته إن هي تشتمه أو إن هي تسبه أو تهينه أو تمد إيديها عليه أو حتى توصل إن هي تكتفه، وحاجات كتير جدا من التصرفات الشاذة. طب هو إيه اللي وصله لكده أصلا؟ هو عمره ما حكالي إن في أي حد من العيلة من النوع ده. معظم المصابين باضطراب المازوخية أو الماسوشيزم بيكونوا اتعرضوا للعنف الأسري أثناء طفولتهم. على سبيل المثال لو المصاب بالاضطراب راجل، هتلاقي في أغلب الأحيان إن مامته كانت بتمارس العنف عليه وما كانتش بتديله مساحة من التعبير عن نفسه أو عن رأيه، وكانت بتجبره وتخليه يعمل حاجات غصب عنه هي اللي عايزاها، وساعتها بيكبت شخصيته وما بيقدرش يعبر عن مشاعره، وبيلجأ إن هو يختار دور الضحية، وساعتها بيتلذذ بتعذيب وأذية غيره ليه. في حالة تانية ممكن تكون نتيجة العنف الأسري اللي بيمارسه الأب على الأم أو الزوج على الزوجة، وطبعا الأطفال بيكونوا شايفين ده ومضطربين منه وقلقانين، ونتيجة لإحساسهم بالتعاطف ناحية مامتهم وإحساسهم بالذنب وجلد الذات بيختاروا إن هم يلجأوا يلعبوا دور الضحية، وده الدور بتاع الأم بالظبط، فبيقبلوا بالإهانة والذل والضرب زي ما شافوا مامتهم. وفي سبب تالت وده أخطرهم طبعا بيكون حوادث الاغتصاب والتحرش والأفلام الإباحية اللي بتزرع أفكار سلبية وأفكار غلط ولا دين ولا عادات مجتمعنا تمشي معاها. طب والحل ايه قوليلي؟ يعني أنا أتعامل معاه ازاي؟ يعني أنا أعمل ايه؟ مطلوب مني ايه؟ أهم حاجة إن انت تحافظي على خصوصيته وما تفضحيهوش، وطول الوقت تنصحيه إن هو يلجأ لدكتور ويطلب المساعدة، وتفهميه قد ايه إن السلوك المازوخي ده ممكن يأثر عليه جسديا، إن هو ممكن يوصل إن هو يأذي نفسه، وممكن لا قدر الله يفضل يطور الافكار دي لحد ما توصل للشذوذ. وفاهمين ان هي بتاثر على اسرته وعلى تفكيره وعلى قناعاته وعلى مراته في المستقبل اللي هي هتكون انت ان شاء الله. اهم حاجه اوعي ان انت تتماشي معاه في السلوك المازوخي، وان انت تسيطري وتلبي رغباته، لان ساعتها انت هتعززي عنده اضطراب المازوخيه وهتبقي مش بتساعديه. وصدقيني بالعلاج السلوكي المعرفي مع حد متخصص لازم هيكون في تحسن طالما الشخص عايز ده.